سكوت كان فيه بلاغة ورب كلام فيه عتب لعاتب. لقد تكلم العلماء الأفاضل في هذه الجنازة فأفادوا وأجابوا وأحسنوا ووعظوا وعلموا، فلم يبق لطالب زيادة عليه من مستزاد. فنقتصر على دعوات هذه الفقيدة أمنا رحمه الله ويكون فيها الخير إن شاء الله. هذه الأم الفقيدة هي أم من أمهات المؤمنين، افتقدناها كلنا ونعز فيها كلنا، ولكن نخص الشخص الحاج منور والشخص الجليل بالتعزية، فنقول أعظم الله أجوركم مرة أخرى وأحسن عزاءكم وغفر لميتتكم ورحمها الله. اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها وأكرم نزلها ووسع مدخلها واغسلها بالماء والثلج والبرد ونقها من الذنوب والخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس. اللهم أبدلها دارا خيرا من دارها وأهلا خيرا من أهلها واجمع بينها وبين زوجها وأسلافهما في الجنة يا رب العالمين. وقها فتنة القبر وعذاب النار. اللهم إن هذه الشريفة ابنة الشريف بذمتك وحبل جوارك فقها من فتنة القبر وعذاب النار، وأنت أهل الوفاء والحق فاغفر لها وارحمها إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم وسع عليها يا رب قبرها وافسح لها فيه مد بصرها ونوره عليها وآنس وحشتها في قبرها بعملها الصالح، واحشرها يوم تحشرها مع النبي صلى الله عليه وسلم والشهداء والصالحين وكل من سبقها من أسلافها الصالحين. كما ذكر ابن دحية الكلبي عن أبي القاسم السهيلي رحمه الله ناظم أبيات مشهورة قال: ما ذكرتها في دعائي إلا استجاب الله دعائي. طلعت حسنة. المهم: يا من يرجى للشدائد كلها، يا من إليه المشتكى والمفزع، يا من خزائن رزقه في قول كن أمن فإن الخير عندك أجمع. ما لي سوى فقري إليك وسيلة فبالافتقار إليك فقري أدفع. ما لي سوى قرعي لبابك حيلة فلئن رددت فأي باب أقرع. ومن الذي أدعو وأهتف باسمه إن كان فضلك عن فقير منع. حاشا لمجدك أن تقنط عاصيا الفضل أجزل والمواهب أوسع. نقتصر على هذه الدعوات، ندعو رب الأرض والسماوات أن تكون مستجابة إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيك شيخ سعالات ورحم الله بهذا الدعاء الشيخ